السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى قراقيش بالعجوه. سميها قراقيش العجوه او منين العجوه او بنين العجوه او سميها كعب الغزال، زي ما تحبي، المهم تعمليها في الاخر. وكمان هنعملها بالشمر واليانسون، لان القراقيش ساده كده من غير نكهه بصراحه ملهاش لازمه. الشمر واليانسون هيخلي القراقيش في حته تانية خالص، هيخليكي عايزه تاكلي منها كتير جدا. وكمان عملناها بشكلين، عملناها بالشكل ده وكمان عملناها بالشكل ده اهو. فان شاء الله هتعجبكم باذن الله، خطيره جدا جدا جدا، وطعمها وريحتها جايبه لاخر الشارع حرفيا. يلا بينا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي هنا اول حاجه كيلو دقيق، ضفت عليه 4 معالق كبار سمسم، وضفت عليه معلقتين لبن بودره، وضفت عليه شمر على ينسون، بتجيبيه من عند العطار شمر على ينسون، وتطحنيهم مع بعض في المطحنه، وتحطي عليه شويه صغيره من ريحه الكحك بس، وبتاخدي منه معلقتين كبار. تمام. وعندي هنا كوبايه من كوبايه ميه، بضيف عليها معلقتين كبار خميره ومعلقه سكر، وبسيبها تتفاعل مع بعضها كده. الميه تبقى دافيه لان الميه السخنه هتموت الخميره، فالميه تبقى دافيه. ماشي. وعندي كمان محتاجه كمان كوبايه من السمنه وكوبايه من الزبده، ممكن تستبدلي واحده منهم بكوبايه من الزيت، لان القراقيش يعني عادي ممكن تعمليها بالزيت عادي، هتبقى كويسه وحلوه وجميله برضو. هنزل بالزبده والسمنه، سخنتهم وفككتهم شويه على النار، هنزل بيهم على الدقيق. بتقعدي تفركي الدقيق مع السمنه كده، تقعدي تفركي فيه شويه كده. الشمر واليانسون ريحتهم تجنن على فكره، ريحه الدقيق فظيعه. تقعدي تفركي فيه بقى كده شويه، يعني 10 دقايق كده. انا هضيف كوبايه اللبن لان انا حطيت عليها الخميره والسكر، فارت اهي، معنى كده ان الخميره شغاله معايا وزي الفل. وهعجن بقى، هلم العجين كده وهعجن. هزود نص كوبايه من الميه تاني لان حسيت ان العجينه محتاجه ميه تاني. القراقيش غير الكحك يا جماعه، القراقيش عادي لما تلاقي العجينه محتاجه ميه عادي زودي، لكن الكحك لا، الكحك بياخد كوبايه ميه واحده. فتقعدي تعجني لحد ما تلاقي العجينه بقت طريه معاكي وكويسه خلاص، لقيتي نفسك مش محتاجه ميه تاني خلاص. خلاص كده العجينه بقت طريه معايا، ما حطيتش غير هي كوبايه الميه اللي حطيتها مع الخميره، وزودت عليها نص كوبايه الميه، لقيت العجينه بقت طريه معايا وزي الفل اهي. هسيبها ترتاح كده 10 دقايق عبال ما اجهز العجوه بتاعتي. عندي هنا العجوه، بجيب العجوه اللي هي بتيجي مفرومه جاهزه دي، وبضيف عليها معلقه سمسم ومعلقه سمنه وشويه صغيره قرفه، وبقلبها بس كده. وباخد قطعه بحطها على كيس كده اهو، واحط عليها كيس تاني وافردها كده اهو. فردت العجوه، فردتها كويس. هناخد العجينه بقى ونبدا نشتغل. هجيب العجينه اهي، هفردها شويه. بجيب العجوه اللي انا فردتها وبحطها على العجينه، ماشي، وتسويها كده من الجناب بحيث الحته اللي ما فيهاش عجوه بتروحي شايلاها، ولو في حته مثلا ما فيهاش عجوه بتجيبي حته وتلزقيها فيها بس، وتبقى بالشكل ده. تبداي بقى تلفي رول كده اهو. الحته دي اللي هي مفتوحه دي خليها لتحت، خليها لتحت تبقى تحت ال- الكحكايه. تقطعي بقى بالسكينه كده.
بصوا شكلها ايه، بصوا اهي. ترصي بقى في الصاجات وتحطيها بقى في فرن على درجة حرارة 180 درجة. اهو عملت الصاج وخلصته، وعبال ما عملته وخلصته لقيت العجينة خمرت معايا، لان العجينة الخميرة الفورية ما بتاخدش وقت، بتخمر على طول، وكمان المطبخ عندي حر قوي، فلقيتها بصوا لقيتها خمرت ازاي. فهدخلها الفرن بقى، وهكمل كمان اللي هوريكم شكل تاني بقى غير ده. ده شكل تاني هعمله. هاخد حتة عجينة هعملها على شكل رول كده، بعد كده هبططها. هكون عاملة معايا العجوة على شكل صوابع. هبدأ احطها على العجينة كده، تعمليها برضو على شكل رول برضو، وتبططيها كده. تقفلي بقى العجينة كده، تقفليها، خلي الحتة دي تبقى لتحت. تقطعي بقى، بصوا ده بقى الشكل. اهو سيبناها في الفرن لحد ما احمرت. هي كده كده بتحمر من فوق من تحت الاول، بعد كده بتحمر من فوق. لكن انا مش بولع عليها شوايه، هي بسيبها من نفسها تحمر. وهي القراقيش بطبيعتها بتاخد وقت طويل شويه في الفرن. زي ما قلت في الاول، هي بنحطيها على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. بس كده ان شاء الله تطلع معاكي تحفه وزي الفل باذن الله. بصي جميله ازاي، تحفه بصراحه.